الغرفة ومن داخل أروقة هذا المنزل تتجلى أسمى معاني التضحية والأصالة والعشق والوفاء. كيف ولماذا؟ تختبئ خلف هذه اللحية الطويلة رقة ونبل وصبر رجل أربعيني يعشق زوجته بجنون. إنه السيد جهاد بارق أو مجنون آمال. فقبل 4 أعوام في يوم تشريني مشؤوم تغير مجرى حياة الزوجين جهاد وآمال، حيث أصيبت الأخيرة بجلطة دماغية نتج عنها شلل رباعي ما أدى إلى عجز أطرافها عن التحرك بشكل كلي، إضافة إلى فقدانها لبصرها. آمال وقعت ب 16 تشرين الثاني 2013 وحالتها هلا هيدي نتيجتها شلل كامل، عم تقشعش، عم تحكيش. بحبها مرتي ام ولادي، بحبها عشقها، بس من بعد السخونة ما حسيتش حالي بحبها بوعي أكتر، زاد علي كتير. وأنا هيدا البيت وهالدنيا كلها من دون أمانة بديش إياها أنا كمان. وأنا قلت لها سبق وحاكي إذا بيصير لها شي من البيت وحدة عم خليهاش تروح، بدي روح أنا وياها. يعني من بعدها بقليش شي بدلي. أنا من بعدها ما لي شي بدلي. أنا الله بعتني لإلها، والله وقت بياخد أمانتها بدي روح أنا وياها، واحدة مش رح أتركها. مش بإيدي. أبدا شفوت على البيت من دونها. كنت أخدها نهار على المستشفى، تكون نايمة بالمستشفى وأنا أرجع على البيت ما أقدرش نام. جنون جهاد بآمال تلتمسه منذ اللحظة الأولى لرؤيتهما، فلا تكف دموع الزوج الصادقة الحارقة عن السيلان كلما ذكر اسم شريكة عمره، فهو يخدمها بأشفار عيونه، يدللها، يلاعبها، يطعمها ويلبسها كطفلة خرجت من صلبه وأكثر، حتى أنه أصر على مشاركتها في حفل تخرج ابنهما البكر طارق الصيف الماضي رغم صعوبة حملها ونقلها. وهلا بدي ابعتها على المانيا اذا الله قدرنا، يعني عم نعمل لها اوراقها، يعني شغله كبيره كثير تكاليفها. في علاج بالمانيا؟ في علاج بالمانيا. قد ايه بكلف؟ قد ايه تقريبا بكلف؟ شي $300,000. ايش معي؟ ما معي شيء. انت بتملك الحب والعطاء لها يمكن. انا لو وصل لي حدا يجي ياخذ البيت اليوم قبل على بكره منيح، وش بدي فيه؟ هيدا كله لشو؟ بين الصحة لشو؟ بتسألني هي من وين؟ كيف؟ بلا انت هيدا بعتليني هم البيت ببيعه بيشحن على الطريق تحكمك وماني شكلينها. مل اعوذ بالله. انا بتعب، انا بترجع لي الروح بس كون حد منها. بروح على شغلي وبرجع وبتعب واللي بدك اياه، وبس ارجع حد منا بنسى الناس كلها. ابدا ما بينش علي هذا الموضوع شخص يجي يقول لي تجوز او شيء. هيدي من المحرمات يعني ما أماله بس. خلق أماله بس. نعم، جهاد يجاهد لأجلك، فكوني له أملا يكل آماله. ليس في مدينة جبيل شجرة ميلاد ساحرة فحسب، بل إن هذه الأرض تتزين بشجرة تفوقت بصلابتها وتماسكها ونقائها على كل أشجار الكون. إنها شجرة الحب والإخلاص التي لا تنفك تثمر عشقا وإنسانية يجمعا جهاد وآمال. من مدينة جبيل، بتول عبد الله، قناة بنت جبيل الإلكترونية.